لما جمعته على بعض تبدأ تحكي ليه على اللي شافته في برج برونو وعلى اللي عملته هناك، ولكن بيكون والدها مندهش جدا وساكت ومركز مع الإزاز، بينبه عليها ان هي ما تجيبش سيرة لأي حد في البيت. ولكن الباب بيتفتح وبتطلع ان قريبتها اللي قادرة تسمع كل حاجة سمعت كل حاجة. وهم قاعدين على العشاء وفي ضيافة عريس إيزابيل بتراقب ماربل دولاريس عشان ما تحكيش اي حاجة عن اللي سمعته، ولكن حصل اللي هي كانت خايفة منه والبيت كله بدأ يتشقق. فبتعرفهم دولاريس ان ماربل السبب لانها راحت عند برج برونو وقدرت ان هي تشوف رؤية البيت. والجدة بتتضايق جدا من الكلام وبتحاول تبين قدام الضيوف ان الشمعة بخير وسحرهم زي ما هو، وبتخرج المعازيم كلهم وبتقفل وراهم الباب. تظهر فيران كتيرة جدا وبيقدروا ان هم يسرقوا الازاز المنور اللي ماربل جابته من البرج، وساعتها بتجري وراهم ماربل عشان تاخد ازاز الرؤية منهم لحد ما بيوصلوها لنفق ضيق جدا. واول ما بتدخل فيه بتلاقي شخص غريب قدامها وملامحه مش باينة، وبتفضل تجري